في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضراتكم فيديوهين بالصوت والصورة لواقعتين، والواقعتين أقوى من بعض. الواقعتين حرفيا اللي هتشوفوهم في حلقة النهاردة هتتصدموا منهم جدا. واقعة لراجل وهو موجود معاه راجل تاني وبيقول ألفاظ غير لائقة تماما. الألفاظ اللي حضراتكم هتسمعوها والفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه حرفيا هيصدمكم جدا. وبالأخص كمان الواقعة التانية برضو اللي هنشوفها الواقعة لسيدة مع سيدة، يعني معانا واقعتين، واقعة لراجل مع راجل وواقعة لسيدة مع سيدة. الألفاظ لكلا منهما الواقعتين أصعب من بعض بطريقة مأساوية جدا. هعرض لحضراتكم الواقعتين وكمان هنعرف ازاي هنستفيد من واقعتين زي كده، ان احنا هنفهم منهم ايه بالظبط. هعرض لحضراتكم الواقعتين وياريت نكمل الحلقة للنهاية علشان انا عاوز اوصل حضراتكم رسالة بسيطة جدا. ياريت نكمل الحلقة مع بعض وياريت لو تحط لايك للفيديو. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف الواقعة الاولى مع بعض. عايز تولع ولع يا باشا. كده انت حلو. ايوه حلو. يلا اطفي بقى عشان مش هاخده منك. لا مش هطفي. هاخده منك. لا والله العظيم ما هطفي. والله العظيم ما هطفي. لا مش هطفي. بقول لك مش هطفي. مش هتخليني اغطك يا جدع والله ما هطفي. هو كده تمام. انت ماشي اغلط. ويا عم هاخده منك. ماشي خدوا فردكم. عليا التلاجة. ضروا. عليا التلاجة صور سب. عليا التلاجة وطلعت يا بابا. عليا التلاجة انا مش هطلع. انا مالك انا واقف لك اهو. اجيب لك الحكومه والله هجيب لك حكومه. كسروا. كسروا والله انا مصورك. كسروا تعالى ما انا هطلع. بس يا عم زي ما حضراتكم شفتوا كده دي اول واقعة معانا، حرفيا الفاظ وكلمات غير لائقة تماما. زي ما حضراتكم شايفين كده مجرد بس ان حصل مناوشة ما بين اتنين في الشارع، وكمان الرجل اللي هو البلطجي اللي هو بيقول الالفاظ دي بدأ يقول للراجل التاني، بيقول له هولع لك في الحاجة المكنة او الحاجة اللي هو التاني بياكل عليها عيش. بمجرد ما قال له كده ودك هو فتح الكاميرا علشان يبدأ ان هو يوثق الواقعة، علشان خاطر طبعا الاجهزة الامنية تتدخل وتمسك الراجل اللي هو بيغلط ده. بمجرد ما فتح الفيديو زي ما حضراتكم شفتوا كده بدأ يقول ألفاظ غير لائقة تماما وكلماته بلا حياء تماما. أنا مش عارف والله العظيم يعني إيه اللي وصلنا لمرحلة زي كده. أنا مش عارف يعني إزاي إن هو يقول ألفاظ غير لائقة بالطريقة اللي زي كده. ده كمان لسه كمان لما نشوف الواقعة التانية اللي هي وجود سيدة مع سيدة. بالأخص الواقعة التانية دي هتكون صعبة جدا، ولكن الأول خلينا في الواقعة اللي زي كده. الواقعة اللي زي كده بالأخص لما يكون شباب بالشكل ده يا جدعان، في الأول وفي الآخر بيكون سببه الشرب والمخدرات هي اللي بتوصلهم لحاجة زي كده، إن هم يطلعوا يغلطوا في الناس بالطريقة البشعة اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو اللي زي كده. ياريت الأجهزة الأمنية تتخذ معاه الأجراءات القانونية، لأن لسه لحد دلوقتي منزلش على صفحة وزارة الداخلية إن هي يعني إن هم يمسكوا صاحب الواقعة اللي زي كده اللي هو طالع عمال بيغلط بألفاظ غير لائقة تماما. ومن هنا تعالوا بينا نشوف الواقعة التانية للسيدة ونرجع مع حضراتكم نفهم تفاصيلها. ياما انا معاك للابد وحياتك يا حبيبتي معاك للابد. ده انا سوابق الشارع. بقول لك سوابق الشارع. اقعدوا بقى. اعورك. احنا في العربيه. انا من عين شمس. بص اقول لك على حاجه. انا بنت محمد عصام بخبي كلمه لا يا ليالي على الحرام.
السمكه اللي انت عملتيها دي اه بصي انا في السمكه شفت انت عملتي ايه؟ شفت عملتي ايه؟ خلاص يا ميادة يا ميادة والله انا ما اتكلمتش انت عشان انت عشان مغيره معايا زيها خش مكاني لا بصي يا بقى كده بقى التراكيب بقول لك خشي جوه لا مش قاعده على الكرسي بتاعي شد شويه يا اسطى. انا قاعده على كرسي بتصلي على النبي يا ميادة يا كل اللي انت عايزاه طب بحق كلمة لا إله إلا الله وبيعز وبيذل ما هحل بقول لك ما هحل خلاص بقى أنا هنا ازاي؟ هتعمل كل ده زي ما حضراتكم شفتوا كده الواقعة التانية دي حرفيا مأساوية جدا، لأن السيدة اللي موجودة راكبة في وسط الميكروباص وراكبة جنب زميلتها زي ما حضراتكم شفتوا كده، ولكن لسانها يعني طويل حبتين، ممكن نقول 4 5 6، طالعة عمالة بتقول ألفاظ غير لائقة. لو حضراتكم كملتوا المقطع للآخر الألفاظ اللي هي بتقولها ألفاظ إن ما يصحش أصلا إنها تطلع أصلا من شاب، مش هقولك بقى مجرد ست ولا بنت ولا أيا كان هي إيه. المفروض أصلا إن ألفاظ زي كده يعني المفروض إن هي ما تطلعش من شاب، تقوم الألفاظ دي تطلع من واحدة زي كده. أنا مش عارف دول أمهات المستقبل، هم دول اللي المفروض هم دول اللي بيعلموا الأجيال. هي واحدة زي كده هتعلم ابنها ايه ولا هتعلم بنتها ايه؟ يعني الكلام اللي طالع منها ده هل ده يدل ان واحدة زي كده هتقدر ان هي تعلم اولادها؟ هتعلم اولادها ايه اما هي اصلا مش متعلمة؟ هي اصلا مش متعلمة، مش هنقول مش متعلمة دراستها، لا هي مش متعلمة الادب. طبيعي لما تطلع تقول ألفاظ زي كده. وفي كمان شباب في آخر العربية زي ما حضراتكم سمعتوا كده في الفيديو، يعني طالعة ولا مستحية من رجل ولا من شاب ولا حتى من السيدة اللي جنبيها ولا حتى عاملة كرامة لنفسها. لأن طبيعي أنا لما بحترم نفسي. أنت تفتكر إن أنا لما بكون أسلوبي كويس مع واحد من الشارع ولا مع ده ولا مع ده، ما هو أنت لو أسلوبك كويس ومحترم أنت في الأول وفي الآخر بتحترم نفسك. ولكن واحدة زي كده طالعة بكل سذاجة، طالعة عمالة بتغلط في الناس وبتغلط بطريقة بشعة جدا. يا ريت الواقعات اللي زي كده، انا حبيت ان انا اعرض واقعة زي كده لعل وعسى ان احنا نتعلم منهم، لعل وعسى ان احنا لما نشوف اشخاص زي كده يا ريت ان احنا نتعلم منهم، ان احنا ما نكررش اللي هم بيعملوه ده. يعني الفيديو اللي انا عاوز اوصله لحضراتكم ان الناس عقلها طار، الناس بقت بتفكر انا مش عارف بيفكروا في الدنيا وناسيين ان في اخرة. لازم كل واحد يا جدعان يخاف على نفسه شوية من الاخرة، لازم كل واحد يعمل لاخرته. بلاش ان احنا نبقى بالمنظر ده، بلاش ان احنا نبقى بالسذاجة دي. لازم يكون كل واحد فينا عنده احترام. انت في الاول وفي الاخر لما بتحترم نفسك.